جمعت لك اهم ادوات اي اي ماركتنج ممكن تحتاجهم في 2026 ورتبتهم لك كمان. وفي اداه شهيره جدا اتفاجئت بيها ولكن هخليها لك في الاخر. اول حاجه معانا ادوات، والاساس بتاعنا ادوات كل المهام كلود اي اي وشات جي بي تي. دول مناسبين جدا ليه؟ لصناعه المحتوى، افكار، كتابه، بحث، تحليل. هم مرنين جدا ومناسبين معاك لاي ميزانيه. تاني حاجه معانا افضل حاجه قيمه مقابل سعر، كانفا اي اي لتصميم الجرافيك. ده معاك تصميم كل حاجه انت عايزها، تصميم بانرات، بوسترات، تصميم اعلانات، كل حاجه انت ممكن تحتاجها في التصميم هتلاقيها على كانفا اي اي. تالت حاجه معانا هو الاس اي او، وده يختص بيه جاسبر اي اي. ده افضل حاجه لكن مش احسن حاجه قيمه مقابل سعر، لانه سعره عالي بصراحه. لو الاس او بتاعك نموك بطيء شويه او ضعيف، احسن اداه ليك ممكن تستخدمها هي سيرفر اس اي او، وده برضو افضل حاجه بالنسبه قيمه مقابل سعر. اقوى اداه لتحسين المحتوى بتاعك وتتبع ظهورك في نتائج البحث بالاي اي، وكويسه جدا فيها قوالب جاهزه. تالت حاجه معانا هي كوبي اي اي. ده افضل اداه ممكن تستخدمها في كتابه المحتوى، وبرضو قيمه مقابل سعر. هو اقل شويه من جاسبر اي اي، ولكن هو افضل شويه من شات جي بي تي، وسعره افضل منهم هما الاثنين كمان. مش بس بصراحه هو مش بيقدم محتوى عميق وفيه تفاصيل زي مثلا جاسبر اي اي، ولكن هو ممتاز جدا في ان انت تستخدمه مع شات جي بي تي. تالت حاجه معانا هي هاب سبوت. هاب سبوت دي منصه مش مختصه مثلا لادوات الانتربرايز زي سي تير او خلافه، ولكن هي ممتازه جدا في السلكتيف نيشز. انت تقدر تستخدمها كسيلز فورس اي اي. الاداه دي موجوده فيها هي نفسها، وتقدر ان انت تحلل بها النتائج الحملات الاعلانيه بتاعتك. تقدر تقدر تستخدمها للتجسس على المنافسين بتوعك، وتقدر ان انت تدعم بيها شغلك كمان سواء بالاي اي او سواء بالتحليل المباشر لنتائج الحملات بتاعتك اول باول. ولو عجبك الادوات دي وعايز تتابعني اكتر وعايز ادوات زيها، اكتب لي برضو في الكومنتات بتاعتك. ولو استخدمت اداة من الادوات دي اكتب لي برضو في الكومنتات وقول لي رايك فيها. وبس كده، شكرا، سلام.